بصراحة كده احنا لو حسبناها بالورقة والقلم هتطلع احسن بكتير من الجبنة واللانشون والبيض. هعمل لكم وصفة النهاردة خطيرة، مش هقولك سجليها، انا هقولك لازم تجربيها. ده غير كده كمان هتشتري راحة بالك، هتعملي كمية هتكفي السندوتشات بالاسبوعين كمان. عايزاكم تحطوا لايك للفيديو، اشتركوا في قناتي، دي قناتي اكلاتي واختراعاتي. فعلوا الجرس عشان لما تفعلوا الجرس هيوصلكوا كل جديد في قناتي. تعالوا نصلي على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونشوف عملنا القمر والجمال والحلاوة دي ازاي. شايفين شكلها حلو ازاي؟ عايزه اقول لكم تحفه. ما تنسوش اللايك. تعالوا بقى نخش على طول في الطريقه. بصوا بقى يا حبايب قلبي، بطاطس يعني وسط، او 2 كبار، تمام. بنقطعهم مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اجيب حله وبحطها على النار، وخلي انزل بقى فيها البطاطس عشان انا عايزاها تتسلق، تمام. عايزه البطاطس دي تتسلق كويس جدا. بعد كده حبايبي تعالوا بقى نشوف الاساس بقى بتاع الوصفه. معايا هنا صدرين زي ما انتوا شايفين كده، هو مكملش اساسا يعني ما كملوش الكيلو. بتجيبي، ممكن تجيبي صدر او صدرين زي ما انت عاوزه، زي العدد اللي انت عاوزاه، مش هتفرق على فكره في الوصفه، صدرين او صدر، تمام. بعد كده حبايبي بجيبها وبقطعها صغير. ليه بقى بقطعها صغير؟ علشان احنا هنفرمها في الكبه، انا عايزاها مفرومه ناعم خالص في الكبه، فعشان كده بقطعها صغير علشان تتفرم معاكي كويس في الكبه. عايزاكي بقى تفرميها وتنعميها. بصوا انا مقطعها صغير ازاي، قطعوها مكعبات صغيره كده. بجيب بقى الفراخ بتاعتي واحطها في الكبه زي ما انتم شايفين كده. زي ما قلت لك انا عايزاها مفرومه ناعم جدا جدا، تمام. كل ما الفراخ بتتفرم في الكبه كويس، كل ما تديكي نتيجه احسن للوصفه. بس كده. بعد كده حبايب قلبي بنزل بقى على الفراخ بعد ما فرمتها في الكبه معلقه كبيره هرميه كده من الدقيق، وعليها معلقه هرميه من النشا. هسيب لكم كل ده في صندوق الوصف. بعد كده بنزل معلقه صغيره من الملح، تمام. ما تكتريش الملح قوي. بعد كده هنزل معلقه صغيره من الفلفل، وهنزل على الفلفل معلقه صغيره من السبع بهارات. نزل كمان خلطه البرجر، وهو ده السر اللي هيخلي برضو الوصفه معاكي طعمها احلى من المطاعم بكتير، ومش هتشتريه من بره تاني ابدا، تمام كده. بنزل بقى كل الباكو كده على الكميه بتاعتي بالشكل ده، عشان خلطه البرجر اصلا فيها مملحه. بتقلبي كل الكلام ده مع بعض كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بالسباتيولا كده، وبعدين بايديكي بعد كده بنزل بقى معلقتين كبار من البقسماط اللي هو الناعم، اللي هو العيش الناعم يعني، تمام. بقلب البقسماط كويس جدا في باقي الخليط بالشكل ده. شايفين بقت عامله زي العجينه ازاي؟ بقلبها كده وبعدين بايدي بقى وبعجن ودخل كل الكلام ده مع بعض يا حبايبي. بعد ما بلاقيها بقى بالشكل ده وادخل كله مع بعضه كده، بجيب بقى البطاطس اللي احنا سلقناها على النار في الاول خالص، وبصفيها وبنزلها في طبق وبهرسها كويس جدا. انا عايزه البطاطس تتهرس كويس جدا. زي ما قلت لكم الوصفه دي لازم تضربي الفراخ كويس جدا في الكبه وتنعميها، والبطاطس تتهرس كويس جدا معاكي، تمام كده. عايزه الاتنين كده ناعمين كده، تمام. بعد كده يا حبايب قلبي بجيب بقى البطاطس بتاعتي بعد ما هرستها بالشكل ده، بنزلها على باقي المكونات اللي احنا عملناها في الاول. بنزل بقى كله مع بعض كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا بنعجنها مع بعض، بعجنهم مع بعض كويس، تمام، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده يا حبايبي بتجيبوا صينيه مربعه كده، او اي نوع، او اي صينيه عندك مستطيله بقى. المهم بتنزلي بقى كيس تلاجة في الصينيه. بعد ما تنزلي كيس التلاجة بتنزلي معلقه واحده من الزيت، وبعد كده بتجيبي الفرشه وبتوزعي الزيت بقى على كيس التلاجة بالشكل ده. ليه بقى احنا بنعمل الخطوه دي؟ علشان لما نيجي نحط الدجاج بتاعنا اللي احنا عملناه ده، العجينه بتاعه الدجاج دي، يسموها ناجتس بقى، يسموها اي حاجه، المهم بننزلها بقى عشان ما تلزقش بعد كده لما تيجي تطلعيها، تمام. بجيب بقى النشابه بتاعتي وبفردها كده، او بايديكي لو هتعرفي تتحكمي بايدك اعمليها. بتوزعيها بقى في الصينيه بالشكل ده. برجع تاني احط زيت بالفرشه، يعني اوزع برضو زيت بالفرشه تاني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
زي ما قلت لكم خطوة الزيت مهمة جدا، علشان لما تيجي تخرجيها بقى من التلاجة، عشان احنا هنحطها في التلاجة بعد كده ما تلزقش. تمام كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده حبايبي زي ما نزلت في الاول كيس تلاجة، هنزل بقى من فوق كده برضو كيس تلاجة. تمام كده. لازم تعملوا كل الخطوات اللي انا بقول لكم عليها علشان الوصفة تطلع مظبوطة معاكم. تمام كده. حطيت بقى الكيس التلاجة اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بعد كده يا حبايب قلبي، بعد ما بظبط بقى كل حاجة، بجيب بقى معايا هنا سكينة. تمام. ما تقطعهاش بالناحية اللي هي الحامية، لا قطعيها بالناحية اللي هي التانية دي. تمام كده. يعني اعكسي. بتضغطي عليها بقى وبتقطعيها التقطعات دي. تمام. انا بقول لكم ما تقطعهاش من الناحيه اللي هي الحاميه اللي انت بتقطعي منها، علشان الكيس ما يتقطعش. انا عايزه بس علامات كده، علامات. تمام. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، علامات. وفي نفس الوقت اضغطي، عشان احنا هنحطها بعد كده في الفريزر تتجمد. لما نطلعها هتبقى سهله معانا جدا ان احنا نطلعها. هنحطها بقى في الفريزر، ممكن تحطيها بقى تبيتيها يوم كامل، اقل حاجه يعني 6 ساعات. المهم ان هي تبقى متجمده، ما تطلعهاش وهي طريه ابدا، لازم تتجمد. تمام. بصوا بقى، بعد ما اتجمدت معايا بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا، بجيب بقى السكينة وبجيب الحتة اللي احنا بنقطع منها عادي الحامية دي، وبعيد تاني على التقطيعات اللي احنا كنا مقطعينها في الاول. بطلعها بقى كده بالشكل ده. شايفين اهو تطلع معايا بكل سهولة، علشان احنا كنا حاطين الزيت تحت الناجتس. تمام كده. شايفين شكلها حلو ازاي؟ عايزه اقول لكم تحفه تحفه. ازاي بنحفظها في الفريزر؟ بجيب معايا كيس تلاجة بقى، الطبق الفويل اللي احنا بنجيب فيه الجبنه والحلاوه والحاجات دي. بحط كده كام واحدة كده زي ما انت عاوزة بقى تحفظي. تمام. بغطيها تاني وبحط عليها دور تاني. تمام. انا الكمية دي عملت معايا يا جماعة ما شاء الله، يعني 4 اطباق من دور، غير اللي احنا كمان حمرناهم وكلناهم. تمام. زي ما قلت لك الكمية دي هتكفي سندوتشات اسبوعين 3 كمان. تمام كده. يعني هتتعبي يوم واحد او هتتعبي كام ساعة كده. اقفي بس يوم الجمعة او السبت اعمليهم وارتاحي بقى بقية الاسبوع كله. دراسة تحفة يا جماعة، احلى صدقوني، احلى من الجبنة واللانشون والبيض وكل الحاجات اللي انت بتعملوها دي. بس بعد كده حبايبي بتحطوها في الفريزر بقى وتطلعوها وتحطوها في البقسماط بقى والخلطة اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي. بجيب كوباية من الدقيق، كوباية من المية، معلقة من الفلفل. تمام. هحط بقى معلقة صغيرة من الفلفل على الدقيق والمية، وهنزل نص معلقة من الزنجبيل، وبنزل كمان على الزنجبيل هنا معايا معلقة صغيرة من الثوم البودرة. تمام. وهنزل كمان على الثوم البودرة معلقة صغيرة من البصل البودرة. كل الحاجات دي بتخلي طعمها حلو قوي. بنزل كمان نص معلقة من الملح، ما تكتريش الملح. وبنزل كمان معلقة صغيرة من الكركم، والكركم بيعزز من لونها ومفيدة. تمام كده. نحط بقى بعد ما نحط كل الكلام ده بنقلبه بالشكل ده. بعد ما تحطي كوباية المية وحسيتي ان هي عايزة نص كوباية كمان حطي. المهم القوام يبقى كده. تمام. انا عايزة بصوا القوام بالشكل ده، يعني ما تربطيش نفسك بكوباية المية اللي انا حطيتها. لو لقيتي لسه الدقيق كده متجمد في بعضه وعايز مية حطي. تمام. لغاية لما يبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده يا حبايب قلبي بجيب بقى بقسماط. عندك 3 اختيارات، ممكن تحطي بقسماط ناعم، ممكن لو عندك عيش تطحنيه وتحطيه، وممكن كمان لو ممكن تجيبي الخلطة بتاعت الكريسبي اللي هي بتتباع عند العطار، بتبقى خشنة شوية، اضربيها في الكبة نعميها. وممكن كورن فليكس، تجيبي الكورن فليكس تطحنيه برضو، وبينفع قوي كمان في الوصفة دي، ويبقى افيد كمان. انا جايبه هنا بقسماط. تمام. بتجيبي بقى الناجتس بتاعك بتنزليه في الخلطة السايلة. تمام. وبعد كده بتنزليه في البقسماط بتاعك بالشكل ده. بتجيبي بقى وترشي بايدك كده على البقسماط. تمام. بصي انت كده ايدك ما فيهاش اي حاجة، المهم تحطيها في الخلطة السايلة الاول. هعمل لكم برضو بطريقة المعلقة. انا عملت لكم بالطريقة اللي هي بالمساكة دي. هعمل لكم كمان واحدة كمان عشان تعرفوا ازاي برضو بتعملوها بالمعلقة والشوكة. تمام. بتنزلوها كده وبعد كده بتشيلوا بالمعلقة تحطوا عليها كويس كده. تمام. بعد كده بتجيبي الشوكة وتشيليها، بتصفي كل الزيادات. بعد ما تاخديها وتصفي كل الزيادات بتنزليها تاني في البقسماط. تمام كده.
بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بشيل بقى البقسماط واوزعه عليها بالشكل ده. يا جماعه لازم تجربوها، انا مش عايزاكم تسجلوها، دي لازم تتجرب تمام بطريقتي. بعد كده بجيب زيت كده غزير كده شويه، بنزل بقى فيه اللي لازم تحمريها وهي يعني متجمده، لو سبتيها تفك هتبوظ. متجمده يا جماعه تمام. حسيتي ان هي فكت شويه حطيها في التلاجة تتجمد وبعدين ايه حمريها. بس بعد كده يا حبايبي بنزلها بقى في الزيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبطلعها بعد ما تاخد اللون القمر ده. يعني خلي الزيت عالي، حطيها خلي الزيت وسط، وقلبي بقى فيها كده كل دقيقتين 3، هتبقى معاكي بالجمال والتحفة والقمر اللي انتوا شايفينه ده. احلى من المحلات، وتحدي حاجة كده انت عاملاها بايدك في البيت، ضامنة نظافتها، عارفة ان انت عيالك بياكلوا ايه. شايفين حلاوة؟ ولا تقولوا لي بقى بانيه، ولا تقولوا لي كنتاكي، ولا تقولوا لي ناجتس، ولا تقولوا لي ستريبس، ولا تقولوا لي اي حاجة. هي دي عدت الحدود. تقيموها كم من 10 بقى؟ اكتبولي في الكومنت دي بقى تاخد كم من 10. شايفين حلاوتها؟ شايفين جمالها؟ ومن جوه مستوية مغذية جدا. حاطين فيها دجاج، وحاطين فيها بطاطس، يعني بصوا تحفة. زي ما قلت لكم هتخزنوها في التلاجة عادي جدا. ممكن تعملوها بالتتبيلة البقسماط وتحطوها في الاطباق، وتحطوها متبلة بالبقسماط في التلاجة في الفريزر عادي تمام. بتجيبوا بقى رغيف الفينو بقى كده لو هتدوا للولاد في المدرسة بتطلعوه يفك، تحطوا بقى فيه اي ده خيار جرجير فلفل اي حاجة كده من اللي هي الخضرة دي، الطماطم، بتحطوا الحاجة كده. وبعد كده بتحطوا فيها بقى واحدة كده منها. عايزين بقى هما مايونيز، عايزين كاتشب، مش عايزين حاجة، مش مهم، هي لوحدها اصلا تحفة. التوابل اللي احنا حاطينها اصلا فيها، وكيس اللي هو بتاع خلطة البرجر مخلينها تجنن، طعمها حلو قوي. حطوا لايك للفيديو، اشتركوا في قناتي، دي قناتي اكلاتي واختراعاتي. فعلوا الجرس عشان لما تفعلوا الجرس هيوصل لكم كل جديد في قناتي. استنوني بقى في وصفة جديدة وفيديو جديد، وبحبكم قوي، ومع السلامة، باي باي.